يا اهلا وسهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كنتمنى ان شاء الله روتي اليوم او فيديو اليوم يلقاكم بصحه جيده وبكل احوال طيبه وانتم كتشاهدوه ان شاء الله باذن الله. غير قولوا لي كي درتو مع هاد الصهد، عرفتي راه الصهودات عندكم تتوما شي صهد، عندكم شي حال سخون، حنا راه المود ديال الصهد في كازا. المهم كي دايرين مع الجو ديال العيد؟ فين وصلتوا مع التوجاد التحضيرات؟ الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبكل ما كتمناو ان شاء الله. روتين اليوم غيكون زوين بزاف ومتنوع. غنشارك معكم واحد التحميمه، انا ما نخرجش من الجماعه، واحد التحميمه بعقلها، هي هذيك فيها تقريبا شامله كل شيء. باش ما نحرقش لكم المراحل تبعوا معايا الفيديو. غنبداو باول حاجه وهو الماسك ديال الشعر. هذا الماسك ديال الاعشاب كيطول وكيقوي الشعر وكيملأ الفراغات. اول حاجه كناخذ بصيله، ثومه، كيف ما كتشوفوا الفيديو موضح كلشي بنات. كناخذ بصله حمراء بالقشره ديالها، ثومه، اليازير، الزريعه ديال البصله، وكنديرهم في ميها وكنخليهم كيغليو شويه. من بعد كناخذ واحد الكميه ديال السدر. انا شريت وريقات طحنتهم على ايدي، تقريبا 5 دراهم كفاتني في شعري. وإلا كان شعركم طوال كثر من شعري تقدروا تشريو كثر. المهم بنات كناخذ كيف ما كتعرفوا ان السدر كينشف الزغبه الشعر، فضروري الا كنا غنديروه في الشعر كامل كيخصنا نديرو معاه يا اما الصفار البيض ولا ياغورت طبيعي اللي كيكون بدون سكر. بالنسبه لي انا درت صفار البيض، درت 2 ديال صفار البيض، وكندير شويه ديال الزيت. انا درت زيت اللوز الحلو وشويه الزيت ديال الكوكو. بالنسبه للزيت تقدروا تستعملوا نتوما بنات اي زيت عندكم اللي كيولم لكم شعركم، او حتى زيت الزيتون حتى هو راه زوين واعر. المهم بنات بالنسبه لهذوك الاعشاب اللي كنت غليتهم في هذيك الكاسرونه، هما باش كنصفيهم وكنخلط بهم هاد السدر هذا. ايوا صافي بنات كنخلط مزيان مزيان. ومن الاحسن انا كنفضل انني نضربو بالطراب باش كيولي لي القوام ديالو بحال الشكل ديال كريم. انتم غتشوفوا معايا. بالنسبه لهذا الماء الاعشاب اللي بقى عندي، هذا كنحتفظ به كنديرو ملي كنبغي ندوش كنرشو في الفروه ديال الراس، قبل الحمام او قبل ما كنغسل من بغي نغسل شعري. المهم بنات بالنسبه لنا السدر طلعته مزيان، شوفوا كيف القوام ديالو تبارك الله ما شاء الله. وهذا راه غنديرو في البخاخ وغنديرو معكم في هذا الروتين ديال اليوم. من الاحسن كديروه قبل بنصف ساعه قبل ما كديروا الماسك. من الاحسن ديروه قبل باش يلا كتشربوا الفروه ديال الراس وكتستافد منه. انا غنديرو في هذا البخاخ، وهداك الشيء اللي غيبقى ليا كنديرو في الثلاجه وكنبقى نستعملو كل ما كنبغي نمشي للحمام. بقاو معايا شوفوا الفيديو. ايوا صافي دابا البنات كنجي كنحل شعري كنرش هذاك البخاخ اللي بالاعشاب اللي كيف ما قلت لكم صوبته بالبصله. كيف ما كتعرفوا البصله زوينه للشعر سيرتو بالخصوص هاد الحمراء هذه. الا ما كانش الحمراء ديروا اي بصله، غير الحمراء عندها مفعول زوين على الشعر.
كتقويه وكتقويه وكطولو. وبالنسبه للاعشاب اللي درت مع ديك البصله، درت الثومه حتى هي زوين نفس الطويل تقويه الشعر، درت اليازير، الحلبه، اوراق سيدنا موسى، وزريعه ديال البصله. يعني كاع هاد الاعشاب كلهم عندهم دور واحد، وهو تقويه الشعر وتطويل الشعر وملء الفراغات. المهم بالنسبه للبخاخ كنخليه واحد نص ساعه ولا ربع ساعه، الوقت اللي قدرتو خليه، ومن بعد ديروا هاد الماسكات ديال الصدر. بالنسبه للصدر البنات راه معروف عليه انه كيقوي الشعر كيعالج الزغبه ديال الشعر، وكيعالج حتى الفروه ديال الراس، وكيعالج القشره. المهم عنده فوائد زوينه على الشعر. يعني كل هاد المكونات كلها عندها هدف واحد، وهو تقويه وتطويل الشعر وملء الفراغات. وبالنسبه للصفار البيض كيخلي لينا هذاك الصدر ما ينشفش لنا الشعر، هو الصفار البيض كيرطب الشعر. وبالنسبه للزيوت اللي درت زيت اللوز الحلو وزيت ديال الكوكو، حتى ما بدورهم ما كيخليوش لينا الشعر جاف، وكيرطبوا الشعر وما كيخليوش لينا داك الصدر كينشف الشعر. المهم بنات كنخلي هذاك الماسك شعري صافي، كنجمعو كندير ليه شي بوني ولا شي حاجه، وكنجي نوجد معكم واحد الماسك خطير بزاف ديال العيد. ماسك ديال الوجه كيرطب وكيبيض البشرة وكيفتحها في نفس الوقت. فوائده خطيرة بثلاثة ديال المكونات صافي. عندنا الحليب بودرة أو نيدو، انا استعملت هنايا نيدو. عندنا عاوتاني معلقه ديال النشا، معلقه ديال الحليب بودره، معلقه ديال النشا. وكنجمع هاد المكونات بياغورت طبيعي. هاد الخضيضر هذا هو اللي كندير. يعني النشا خطير في التبييض وتفتيح البشره، كذلك الحليب بودره حتى هو كيرطب وكيفتح وكيبيض البشره. والياغورت اللي طبيعي بدون سكر حتى هو كيعطي تفتيح خطير للبشره. كندير هاد الماسك على بشره كتكون نقيه، وجه كنكون غاسله من قبل، كنابليكي في وجهي وحتى في العنق ديالي. وعلاش لا بقات لي شي حاجه كنديرها في اليدين، يعني حتى حاجه ما كتضيع. هاد الماسك كيبقى في الوجه حتى كينشف تقريبا واحد 20 دقيقه بحال هكاك. غير كينشف صافي كتغسلي وجهك وكترطبيه بالكريم المرطب. زوين هاد الماسك بزاف، يعني ما فيه حتى شي حاجه خايبه. بلا ما تخافي، انا بشرتي حساسه ومع ذلك كنديرو، يعني ما كيدير لي حتى شي حاجه في البشره ديالي. بالعكس كنشوف عليه نتيجه زوينه وايجابيه، ونتيجه اللي كتعجبني. ايوا دابا اختي نوجدوا واحد التبريمه زوينه ديال الجسم ديال لو كور كامل، كديرها قبل الحمام ولا حتى بعد الحمام. انا غندير المكونات اللي عندي، غندير فيها الروز، الشوفان، العدس الاحمر، الكركدي، البابونج، هذا الزعتر. درت فيه عاوتاني الشيح، العرعار، الحنه. اللي كانت عندكم ورق ديروها من الاحسن، طحنوا كلشي. كانت عندي انا مطحون درتها مطحونه. القهوه، البن اللي ما فيش اللي ما كتكونش من السما. وكندير فيها عرق سوس اللي كان عندي، هذا كان عندي مطحون فدرته مع دوك المكونات. والورد الا كان الورد حتى هو ديروه. تقدروا ديروا هذاك الزعفران البلدي. المهم اي حاجه عندكم اللي متوفره عندكم ديروها في هاد الاعشاب ديال التبريمه. راه زوين بزاف وفيه كيعطيو واحد الرائحه خطيره. صافي بالنسبه لي انا طحنت هاد المكونات عندي غير في الدار، وهذه الكميه اللي خرجت ليا كناخذها كندير فيها واحد العصيره ديال الحامض تقريبا نص حامضه، نخلط التبريمه ديالي بميها سخونه وكنجمعها حتى كيولي القوام ديالها غادي معايا، يعني ما كتكونش عاقده وما كتكونش جاريه اكثر من القياس. بالنسبه للتبريمه البنات ضروري انا عندي في الروتين ديالي ديال الحمام، ضروري كنديرها هي قبل ما كنحك اللوكور ديالي. بالنسبه لك كنتو غديروها في الاول، من الاحسن كديروا معها شويه ديال الصابون بلدي وكتبقاو تفركوا الجسم ديالكم بهذيك التبريمه مزيان بحركات دائريه، كتبقاو بحال كديروا مساج. اذا كنتو غديروها في الاخر ما تحتاجوش انكم ديروا صابون بلدي حتى الاخر، حتى كتحكوا كلشي. في الاول كيف ما كتعرفوا البنات راه كديروا صابون بلدي، فهمتوا؟ في الاول عادي. ولا كنتو باغيين ديروا زعما هاد التبريمه حتى اخر حاجه، حتى كتكملوا كلشي، كتغسلوا شعركم وكتكملوا كديروا هاد التبريمه هادي باش في نفس الوقت في التبريمه وفي نفس الوقت كتقومي لكم اللحم ديالكم وكتحل ديك القشره الميته وداك الشيء.
ديروا من الاحسن في الاول ديروا مع صابون بلدي. الا كنتو غتخليوها حتى اخر حاجه ما ديروش مع صابون بلدي، ديروها هكاك بالاعشاب. تبريمه زوين البنات، راه كتخلي اللحم كيقشع، كتطلع منك ريحه النقاوه، كتصفي اللحم، كتبيضو، كتوحد اللون. زوينه بزاف البنات، غير دخلوها في الروتين ديالكم. انا عارف انكم كديروها ولكن ما كداوموش عليها. حاولوا البنات ديروا واحد الكميه كبيره ديال هاد الاعشاب وطحنوها وتخليوها عندكم شي قريعه. فين ما تبغيو تحمموا راه كتاخذوا ديك التبريمه صافي كتخلطوها بشويه الحامض وميها سخونه وكديروها في اللوكور ديالكم. زوين بزاف، غير حاولوا داوموا عليها، راه كتصفي اللحم، كتوحد اللون وكتحيد حتى تصبغات. هنا البنات درت معكم غير اللقطات ديال هاد التبريمه هذه غير في ايدي، غير باش تعرفوا كيفاش والطريقه كيفاش كنديروا ليها. من بعد غندير التبريمه على حق وطريقه ملي غنكون ان شاء الله ناخذ الحمام ديالي. ايوا هنا بنات كنتسنى الوقيته ديال شعري باش ديك الساعه ديال الساعه ونص على قبل شعري. داكشي علاش درت معكم غير في الايد ديالي باش نوريكم غير لقطات وكيفاش طريقه الاستعمال ديالها. المهم بنات هنا الماسك ديال الوجه حيدته من بعد ما وريتكم هذيك التبريمه في الايد ديالي. حيدته شوفوا تبارك الله ما شاء الله، الوجه كيولي كيبري كيضوي، كتولي فيه لمعه، كيبيض، كيتفتح اللون، كيتوحد اللون وكتحيد التصبغات من اللون. ولكن البنات المداومه ثم المداومه، الا ما كانش الاستمراريه راه ما كتكونش نتيجه زوينه. على الاقل هذا الماسك كيدار 2 المرات في الاسبوع، على الاقل 2 مرات في الاسبوع بالنسبه للبشره الحساسه. الا كانت عندك بشره عاديه راه واخا ديرها كل نهار ما عندكش باش تخافي، راه فيها غير النشا والحليب بودره والياغورت بدون سكر، يعني هاد المكونات كاملين زوين وطبيعيه ما عندكش باش تخافي. ايوا هنا البنات غندخل الكوزينه. غتسولوني شنو هو داك اللي درتو تحت عيني. بالنسبه لهذاك الماسك اللي درت تحت عيني خلطت فيه غير ياغورت وشويه العسل اللي يكون زويون. كتخلطوا هاد 2 مكونات وكديروهم تحت العين ديالكم، راه زوين بزاف، كيحيد التجاعيد اللي حول العين وتحت العين، وكيحارب حتى دوك كيحارب التجاعيد، ما كيخليهاش تكبر، تجاعيد رقيقه. المهم بالنسبه للبنات هاد النهار كنت صايمه، فدخلت نوجد مباشره فطوري. غندير غير طويجين معسل او حلو، طويجين حلو بالدجاج. غنوجدو خفا زربا كيجي بنين وزوين. بالنسبه قبل ما ندخل الكوزينه راني دهنت الواقي الشمسي، واقي الحراره، دهنته على وجهي. عاد دخلت الكوزينه. ضروري البنات فيما تبغيو تدخلوا الكوزينه او تخرجوا للشمس وتكونوا ديجا درتوا واحد الماسك قبل. ضروري واخا ما ديروش اصلا الماسك، ضروري الواقي الشمسي، واقي الحراره اللي كيوقي لكم وجهكم من اشعه ديال الشمس واشعه ديال الضوء والحراره بصفه عامه. المهم بنات كناخد طويجين كندير فيه، كنفرش ليه بصيله، وكناخد بنات داك الدجاج اللي كنت درت ليه العطريه من قبل. بالنسبه للعطريه راه سهله البنات، مليحه، بزار، سكنجبير، شويه ديال القرفه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الثومه، شويه ديال الماء. كنجمع دوك نخلط دوك المكونات او العطريه بالماء، وكنشرمل الدجاج ديالي مزيان وصافي، وكنحطوه في الطويجين. هنا الطويجين غنردو دفعه واحده، ما غادي نبقى ما غنشحر ما حتى شي حاجه. غنرد كلشي دقه واحده ونخليه يطيب على خاطرو باش ندخل انا ناخذ الحمام ديالي. غنخليه يطيب فوق البوطه ونمشي نكمل الاغراض ديالي. انا درت بصيله فرشتها هي الاولى، من بعد درت داك الدجاج، من بعد درت واحد الكميه ديال البصيله من الفوق، درت واحد شويه ديال الزبده، واحد طريفات ديال الزبده كيعطيو واحد النكهه زوينه للطويجين، وشويه ديال الزبيب. وهادشي اللي كاين بنات، ما كنروي ما حتى شي حاجه، غير الماء فقط، داك شويشه الماء اللي كنت درت مع العطريه في الاول. راه البصله كتطلق الماء بوحدها في الطاجين، يعني بلا ما ديروا اللي كنتو بغيتو ديروا البنات، بلا ما ديروا الماء، باش كيجيكم داك الطويجين بنين وزوين. ايوا هنايا بنات بغيت نشارك معكم البيجامات اللي شريت ديال العيد.
وهذوك لي برودوي اللي غندير حتى هما، وشريت صنداله حتى هي للعيد غنشاركها معكم ان شاء الله من بعد. غنلبسها وقولوا لي كيفاش جاتني. شريت جوج بيجامات وشريت صناديله، غنقول لكم وقولوا لي كيفاش جاتني في التعليقات. المهم ما عندناش بنات. هنا غندوز قبل ما غندخل الحمام غندوز للطاجين غنشوفو نطمئن عليه نشوفو فين وصل صافي ونقص عليه البوطه. ها نشوفوا شو تبارك الله ما شاء الله. المي هاي طلقت البصيله راه كتطلق الماء كتطلق هذاك المريقه ديالها، يعني لا داعي انكم تزيدوا الماء في الطاجين. صافي كتنقصوا البوطه وكتمشيو تقليو الغرض ديالكم او كتخرجوا او شوفوا نتوما شنو بغيتو ديروا وكتخليو الطواجن العافيه مهيله وكتخرجوا او كديروا داكشي الاغراض ديالكم. هنا بنات خديت الدوش ديالي. من بعد ما خديته غناخذ هذا البديل الزيت غنديرو على شعري. من بعد صافي وغنخليه وغنمشطو وغنجمع شعري وغنخليه ندير لي باتشا وغنخليه يرتاح. بالنسبه للتصاوب ما غنصاوبوش، ما غاديش نصاوبو دابا، غنخليه حتى ينشف ويرتاح على خاطر خاطرو، ما بغيتش نزرب عليه البنات. صافي هنا غندير ليه شويه ديال زيت اللوز الحلو من التحت وهداك البديل الزيت. ايوا هنايا البنات لي لا جورني ديالي الروتين ديالي تقرب يسالي تقريبا. هنا كنمشط شعري مزيان صافي دهنتو غندير ليه باتشا وغنخليه يرتاح. من بعد غندخل صافي نوجد المويده ديالي الفطور. هاد الساعه راه قرب يودن. آه، شي 8:30 بحال هكاك ديال العشيه. صافي دخلت الكوزينه كيف ما شفتوا هاي الساعه يعني 8:41 دقيقه هاد الساعه هادي. صافي بالنسبه للطويجين ديالي راه هو واخا تعطلت شويه صراحه في الفطور ولكن ماشي مشكل، بقيت كملت معكم الروتين الحمد لله. هنا درت داك الطويجين درتو كينشف شويه من ديك المريقه، كنبغي يكون ناشف. ديك الساعه كان فيه باقي فيه المريقه بزاف. المهم ما كنغطاش عليه في هاد الوقيته هادي. وكنقلي شويه الفريت، قطعت شويه بطاطا وتشهيت الفريت قليتها وصافي غنوجد الميده ديالي مع داكشي اللي قسم الله وغنجلس نفطر. ايوا البنات هذا هو الطويجين ديالي والميده ديال الفطور. صافي دابا غندير واحد شويه الفريت فوق داك الدجاج من الفوق. ايوا صافي غنجلسوا ناكلوا بالصحه والراحه. الطويجين كيجي زوين وخفيف وكيجي بنين ولذيذ بزاف ما تشبعوش منه. صافي كنحط مناضه وكنقدم في الكويسات حيت فات صراحه فات الحال باش غندير شي عصير ولا شي حاجه طبيعي. فات عليه الحال كانت الوقيته صافي راه ودان وصافي خاصني نجلس نفطر حيت الصراحه بيني وبينكم البنات عييت بزاف. صافي بنات غادي نجلسوا نفطروا وغنخلي حتى الغدا ان شاء الله ونكمل معكم الكماله ديال هذا الروتين ديال هذا ديال زعما ديال هذا الفيديو هذا. ايوا هادشي اللي كاين بنات. وهنا الغد ليه صباح الصباح وبغيت نشارك معاكم نكمل معاكم الروتين. مع البارح طحت دوده ما قدرتش ما عقلتش على راسي عييت بزاف ولكن الحمد لله ارتحيت بعد ديك الروتين ديال ديك التحميمه. ايوا صافي بنات انا غنشارك معاكم البيجامات اللي شريت هاد البيجامه هذه في البلوغوا زوينه حمقتني. تقولوا لي نتوما كيفاش جاتني في التعليقات وكيفاش جاكم اللوين ديالها. اما التويب راه زوين بزاف وبثمن اللي هو مناسب. وبالنسبه للصناديق حتى هي شريتها حتى هي جات مواتيه مع هذيك البيجامه. وشريت البيجامه الثانيه هي هذه عجبتني. هاد البيجامات كيعجبوني بالخصوص في العيد كيجيو زوينين كيجيو هكا براتيك. ايوا صافي بنات شريتها في هذا الخضيضر هذا عجبني. ايوا بنات ندوز معكم للروتين من بعد تحميمه من بعد الدوش وقع جا شويه معطل كيف ما قلت لكم البنات البارح راه عييت طيح الدوده. درت غير الكريم مرطب لوجهي بالليل وصافي نعست. من بعد صافي غسلت وجهي كيف ما العاده المهم فطرت وكل شيء درت روتين الصباحي ديالي. وهنا البنات غندير معكم هذا الماسك هذا زوين كنت خديته بثمن مناسب خديت منه بزاف عندي كنخزنهم عندي فيما هكا كناخذ الدوش ديالي كنديرو هكا من بعد الدوش او في الوقيته اللي انا زعما بغيت نرطب وجهي بهذه الطريقه هذه كنديرو البنات كيتباع في هذا شريته من مينيسو
كيتباع بثمن مناسب، كنديرو كيرطب الوجه، كيخليه مغدي وزوين وفيه نضاره زوينه. صافي كنخليه لمده ديال نص ساعه تقريبا وكنحيدو وكنخلي هذيك الماده كنخليها في وجهي وما كنغسلش وجهي. بزاف البنات كيديروا هذا الماسك ومن بعد ما كيحيدوه كيغسلوا وجههم. لا البنات، فاش ديروه حيدوه وخليو وجهكم كيف ما هو باش ياخذ المفعول ديال هذا الماسك هذا. ونفكركم البنات ضروري من الترطيب من بعد اي دوش واي حمام ضروري كترطبوا لو كور ديالكم، اليديداتكم، رجلاتكم، كلشي لو كور ديالكم كامل، وكترطبوا حتى الوجه ديالكم، العنق، المهم كلشي الدات كلها كيخصها ترطب من بعد الحمام. صافي كيف ما شفتوا هنا رطبت ايدي، رطبت وجهي، رطبت العنق ديالي. ايوا هادشي اللي كاين البنات، غير اللي نصحكم به هو الاعتناء ثم الاعتناء بالذات، الاعتناء بالنفس. تهلاو في راسكم، ما تهملوش راسكم، ما تقولوش حق الشقا، حق راه المشاكل، حق راه شكون اللي هذا اللي ما عندوش المشاكل. اي واحد فينا عنده مشاكل وكل واحد ومنين جاتو. مهم ضروري ما تنساوش راسكم عليكم حق، خاصكم تهلاو فيها، واللي دارها الله هي اللي غتكون. المهم بنات، هنا بقاو معايا. الفيديو مبقى ليه والو يسالي. كنتمنى يكون عجبكم الروتين ديال اليوم واستفدتوا ولو غير شويه. وانت نتوما ان شاء الله كنتمنى اي وحده فيكم تشوف هذا الروتين وتنوض تحيد العجز وحتى هي تدير هاد الوصفات. وكاين وصفات بزاف راه مشاركه معكم في القناه. وهادشي اللي كاين البنات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله اللمعه والنضاره والاشراقه اللي ولات في وجهي من بعد هذاك الماسك ديال النشا والحليب بودره والياغورت، ومن بعد الترطيب، من بعد هذا الماسك اللي درت معاكم. راه زوين، نتيجه تبارك الله ما شاء الله، نتيجه باينه قدام عينيكم. انا ما نساش راسي من البارفان، ضروري البارفان اللي كنبغي. ايوا هادشي اللي كاين بنات. كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير شويه ودوزتوا معايا وبقيتها زوينه في هذا الروتين ديال اليوم. كنتمنى اي بنت فيكم تشوف هذا الفيديو تنوض تحيد العجز وتوقف واقفه وتهلاي في راسك. وبالنسبه لهذه الرويحه الصغيره ديال الشعر درتها في الاول غير ما صورتهاش معاكم، كتخلي الرويحه زوينه في الشعر. ما سخيتش بكم، تهلاو في راسكم. الى فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.